المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله. من تلفزيون دولة إريتريا نقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة. معكم فيها قاسم أحمد، والبدء كالعادة بأهم وأبرز العناوين. الرئيس الصومالي يزور مصوع. زيارة أولياء الأمور لسوا يحسن نتائج الطلاب. دعوة للعمل المنسق لإزالة مسببات حوادث المرور في عنسبة. ترامب يلتقي نتنياهو قبل كشف خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط. فرنسا تطالب أمريكا بمواصلة قتال الإسلاميين في الساحل الإفريقي. وبرلمان لبنان يقر موازنة العام 2020 وسط مواجهات. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. زار رئيس جمهورية الصومال الاتحادية السيد محمد عبد الله محمد اليوم مدينة مصوع رفقة الرئيس سياس أفورقي. وتفقد الرئيس الصومالي الميناء ومصوع ومصنع العلب والبلاستيك، وقام بجولة في مدينة مصوع. شارك في الجولة وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد يمان قبر آبا. هذا وغادر الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد البلاد بعد ظهر اليوم من مطار مصوع الدولي، مختتما زيارته لإريتريا التي استغرقت يومين. يذكر أن الرئيس محمد عبد الله محمد والرئيس سياس أفورقي ورئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد قد أجروا لقاء ثلاثيا يوم 27 من يناير بأسمرة، وأصدروا بيانا مشتركا. قال مسؤول شؤون الطلاب في مدرسة ورساي كالو الثانوية بسوا أن أولياء الأمور والمعلمين القادمين للتعرف على أوضاع أبنائهم والتشاور مع رعاتهم له دور كبير لتحسين نتائج الطلاب. وأوضح الأستاذ محرت أم قبر سلاسي خلال لقائه لجنة الآباء وطلاب مدرسة أسمر العامة الثانوية نتائج مستوى مدرستهم بالمقارنة مع المدارس الأخرى. وذكر بأن مدرسة ورساي كالو تهدف تقديم خدمات جيدة وتقريب الهوة التعليمية بين الطلاب التي حدثت من الصف التاسع وحتى 11. وقدم توضيحا حول تطور ومميزات مدرسة ورساي كالو الثانوية، وقال إن الجهد المتفاني في التعليم ورعاية الطلاب من أهم المميزات. من جانبه أوضح مدير مدرسة أسمر العامة الثانوية الأستاذ سمر قبر الأولى أن الزيارات المنتظمة على مستوى اللجان تسهم للتشاور ومعرفة نتائج العمل، ولها تأثير بناء على الطلاب وتساعد على تطوير العملية التعليمية. وعرب الطلاب عن سعادتهم لزيارة معلميهم وممثلي أولياء الأمور، وأنهم وجدوا سوا نقطة تحول النماء ومستقبلهم المشرق. دعت شرطة إقليم عنسبة للعمل الجاد والمنسق لإزالة المسببات البشرية والطبيعية للحوادث المرورية. وأوضح قائد شرطة المرور في إقليم عنسبة الرائد ملعكي قبر مريم أن قدم وضيق الطرق والطرق التي تمر بتضاريس الجبال والمنحدرات خارج المدن تتسبب إلى جانب عدم احترام قوانين المرور في وقوع الحوادث المرورية، ويجب الاهتمام بها. وذكر بأن عقبة طنق الحص والطريق الذي تكثر فيه الالتواءات من عتكليزان وحتى منطقة بالوى يشهد الكثير من الحوادث المرورية، إضافة إلى الاهتمام بالأشجار على جوانب الطرق التي تحد من النظر. وأشار إلى وقوع 234 حادث مروري في الإقليم عام 2019 أودى بحياة 4 أشخاص وإصابة 192 بجروح متفاوتة وتدمير ممتلكات بلغت 1,400,000 نوفا. وأوضح تقديم الشكوى لأكثر من 9,000 سيارة لانتهاك قوانين المرور وتغريمها أكثر من 1,600,000 نوفا. وقال الرائد ملأكي أن السرعة الفائقة وسوء القيادة وعدم منح الأولوية والإهمال وعدم جودة السيارات من الأسباب الرئيسية للحوادث،
مشيرا إلى قيام شرطة المرور بالمراقبة في المواقع التي تشهد الكثافة المرورية. من جانبه أوضح مسؤول تحقيقات حوادث المرور السيد جمال عثمان أن الجهود تبذل للحد من الحوادث المرورية في إقليم عنسبة الذي فيه طرق رئيسية رابطة لأقاليم شمال البحر الأحمر والقاشبركة والأوسط. وقال أن عدم وجود إشارات المرور الكافية وتجديد القديم منها وكسر المرايا المساعدة لمشاهدة الطرق في الالتواءات، بالإضافة إلى عدم وجود رافعة لخدمة رفع السيارات أثناء وقوع الحوادث من العوامل المؤثرة سلبا على عملهم. من جانبه دعا عضو شرطة المرور في مدينة كرن السيد تولد مدهن حكين للكف عن تناول المشروبات الكحولية واستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، وكذلك استخدام المشاة والدراجات الهوائية الطرق المخصصة لهم. أعلنت إدارة مديرية دقة العمل للدفع ببرامج التنمية بالمشاركة الشعبية هذا العام استفادة من تجارب السنة الماضية. وأوضح مدير المديرية السيد محمد إيلا استعداد المواطنين لإنجاح البرامج المنفذة في مناطقهم، وأن استغلال هذا المورد وتنظيمه جيدا لفعالية التنفيذ من برامج هذه السنة. وأشار إلى العمل لحل نواقص الخدمات الاجتماعية وتحسين المشاركة المتدنية في التعليم، داعيا السكان الدفع بمبادرات تخفيف المصاعب التي تظهر في محيطهم. ودعا الاجتماع لحل مشكلة مياه عاد الشيخ الأمين وهوى الشعيرة وقرناي والاهتمام بالقرى التي ليس لديها المؤسسات الصحية ومشكلة المواصلات في المديرية. مشاهدينا الأكارم، مشاهدتنا لا زالت مستمرة معكم من الفضائية الإريترية، لكن بعد الفاصل فابقوا معنا. أهلا بكم على أنباء العالمية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيتم الإعلان عن خطة السلام، مشيرا إلى أن خطته التي اعتبرتها إسرائيل تاريخية ستحظى في نهاية المطاف بتأييد الفلسطينيين. ويؤكد ترامب الذي عهد منذ وصوله إلى السلطة بهذا الملف الحساس إلى صهره جاريد كوشنر باستمرار أنه يريد فعلا أن ينجح حيث فشل الرؤساء السابقون، لكنه لم يوضح يوما كيف سيعيد إلى طاولة المفاوضات الفلسطينيين الذين يرون أن واشنطن لم تعد تتمتع بالمصداقية لتلعب الدور وسيط في هذه القضية. وأكد مسؤولون فلسطينيون رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس محاولات عدة قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمناقشة خطة السلام المرتقبة. وقال المسؤولون أن البيت الأبيض حاول خلال الأشهر الأخيرة إجراء اتصالات غير مباشرة مع الرئيس الفلسطيني، لكنها قبلت جميعها بالرفض. تأمل فرنسا أن يسود الحس الصائب وألا تقلص الولايات المتحدة الدعم للعمليات العسكرية الفرنسية في غرب إفريقيا، حيث توسع اجتماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية موطئ أقدامها هناك. هذا النداء وجهه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في الوقت الذي من المقرر أن تجتمع فيه وزيرة دفاع بلاده فلورينس بارلي مع نظيرها الأمريكي مارك سبر ومستشار الأمن القومي للولايات المتحدة روبرت أوبراين لمناقشة الأزمة في الساحل. وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عن خطط العام الماضي لسحب مئات العسكريين من إفريقيا في الوقت الذي تعيد فيه توجيه مواردها لمواجهة التحديات التي تمثلها الصين وروسيا بعد عقدين من التركيز على مكافحة الإرهاب. ويمكن أن تتعمق هذه التخفيضات بعد مراجعة مستمرة للقوات حول العالم يقودها وزير الدفاع إسبر. وأثار هذا الاحتمال قلق فرنسا التي تعتمد على المعلومات المخابراتية والتسهيلات اللوجستية الأمريكية لقواتها التي يبلغ قوامها 4500 فرد في الساحل. أقر البرلمان اللبناني موازنة العام 2020 على الرغم من الاحتجاجات والمواجهات التي تمت في محيط البرلمان وسط بيروت. وافادت وسائل إعلامية بأن 49 نائبا صوتوا لصالح الموازنة، فيما عرضها 13 وامتنع عن التصويت 8 نواب.
وكان المعارضون لقانون الموازنة من ممثلي عن كتلة المستقبل التي يزعمها رئيس الوزراء السابق سعد الحريري والحزب التقدمي الاشتراكي الذي يتزعمه وليد جنبلاط. ورغم معارضة هؤلاء لهذا القانون إلا أنهم حضروا جلسة البرلمان وآمنوا النصاب القانوني حتى يتم تمرير الموازنة. وكان الاعتراض الأكبر في الشارع، حيث حاول المحتجون منع النواب من الوصول إلى البرلمان، مما أدى إلى اندلاع مواجهة مع قوات الأمن. وأصيب في هذه المواجهة 27 شخصا، تم نقل 8 منهم إلى المستشفيات. تحطمت طائرة تابعة للقوات الأمريكية الاثنين في أفغانستان في ظروف لا تزال غامضة بمنطقة تسيطر عليها طالبان، وبينما أكدت الحركة إسقاطها تكتيكيا. نفى البنتاغون وجود أي مؤشرات لتعرضها لنيران عدوى. وأعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان أن طائرة خاصة تحطمت في ولاية غزنة، مضيفا أن جميع أفراد الطاقم قتلوا. وقال في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة الأنباء الفرنسية لاحقا إن الطائرة أسقطت تكتيكيا من غير أن يوضح كيفية إسقاطها. وبعد ساعات أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أنها طائرة عسكرية أمريكية. وعادة ما تقوم الطائرات من هذه الطراز بتقديم الدعم لطائرات الاستطلاع بدون طيار، وهي مجهزة بمعدات اتصالات متطورة. وسواء كان سقوط الطائرة ناجما عن حادث عرضي أو عمل حربي، فهو يأتي في وقت تجري مباحثات بين طالبان والولايات المتحدة حول شروط اتفاق يسمح بانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان لقاء ضمانات أمنية من الحركة. مشاهدينا الأكارم، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.